السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد مشاهدي مستمعي قناة مقال. عبد المجيد تبون في خرجة جديدة: العرب لم يعترفوا بمغربية الصحراء. من جديد أبى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلا أن يلعب بورقة الصحراء المغربية لتصدير أزماته الداخلية في اتجاه الخارج. وقال تبون خلال مروره أمس في حوار خاص على القنوات الجزائرية الرسمية إن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، ولو تم استعمال منطق العقل بدل منطق القوة لا تم إيجاد الحل. وزعم تبون أنه لا يوجد قرار للجامعة العربية حول سيادة المغرب في الصحراء الغربية، وتابع: قرار الجامعة العربية القديم بالاعتراف بسيادة المغرب في موريتانيا لا نحاسب عليه لأننا لم ننل استقلالنا بعد حينها. تشرذم الدول العربية يكفي، ولا أريد أن أزيد الطين بلة بالتعليق على اعتراف الجامعة العربية بسيادة المغرب على أراضي موريتانيا. يقول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. عبد المجيد تبون يعلن عن تكتل مغاربي ويتهم المغرب وموريتانيا. في ذات الحوار أعلن الرئيس الجزائري لأول مرة علنا عن رغبته في إنشاء هيكل سياسي جديد في المنطقة المغاربية كبديل لاتحاد المغرب العربي، مشيرا إلى أن وجود اتفاق مع تونس وليبيا للعمل سويا على إنشاء كيان مغاربي مشترك دون أن يكون موجها ضد أي دولة. وأكد تبون على عدم وجود تعاون مغاربي فعال حاليا، مما دفع الحكومة لعقد لقاءات مغاربية بمشاركة جميع الأطراف وفتح الباب للانضمام لهذا الكيان الجديد، مشددا على أن هذا التحالف يستهدف خلق كيان شمال إفريقي مشترك ولا يستهدف أي دولة معينة. وبالنسبة للمغرب وموريتانيا أشار الرئيس تبون إلى أن الباب مفتوح دائما أمامهما للانضمام، ولكنهما اختار طريقا آخر، مؤكدا على حقهما في اتخاذ القرار الذي يرونه مناسبا لهما. وبخصوص الانتخابات الرئاسية الجزائرية قال عبد المجيد تبون أن قرار إجرائهما في 7 سبتمبر القادم يعود إلى أسباب تقنية محضة وليس لها أي تأثير على هذه الاستحقاقات أو سيرورته على حد قوله. مواضيع أخرى طرق لها الرئيس الجزائري تهم زيادة في الأجور وزراعة هكتارات لإنتاج بودرة حليب، بالإضافة إلى حديثه عن الإمارات بشكل غير مباشر واتهامه إياها بمحاولة زعزعة استقرار الجزائر بأموال وتدخل في شؤون السودان ودول الجوار قاصدا موريتانيا.